قرب الحدود الأوكرانية. القضية طبعا هناك على الأقل هناك قواعد للسلوك الدولي. عندما يكون الرئيس الأمريكي في كييف ليس من المتوقع أو المنتظر أنه روسيا تقوم بعمليات قصف داخل العاصمة الأوكرانية، لأنه هذا في حد ذاته يمثل تحديا وإنذارا وتهديدا قد يؤدي إلى مشاكل لا تريدها لا الولايات المتحدة ولا الجانب الروسي، لأنه في نهاية الأمر هذا هو الرئيس الأمريكي، وطبيعي ألا يكون هناك استهداف أو حتى إجراءات من شأنها أن تفسر على أنها من الممكن أن تكون استهدافا. دكتور محمود الأفندي، ما رأيك في ذلك؟ يعني ما قاله ميدفيديف تحديدا في هذا المجال، أنه بايدن وصل إلى كييف بعد حصوله على ضمانات لأمنه من روسيا. طبعا شيء واضح، لانه فعليا الرئيس بايدن عند وصوله الولايات المتحده الامريكيه فعليا اذا روسيا لم تعلم يمكن لروسيا ان تكون في عمليه قصف للبنيه التحتيه، يمكن يؤدي فعليا الى الوصول حتى الى محطات القطارات، لانه محطات القطارات تعمل الكهرباء وهناك محطات كهرباء بجانب القطارات، يعني يمكن فعليا ان يتاذى الرئيس الامريكي. فالولايات المتحده الامريكيه طلبت من روسيا عدم قصف اوكرانيا، هذا امر مهم جدا، لانه فعليا طلبوا بحد وقته. هذا الطلب يعني انه هناك ثقه من الولايات المتحده الامريكيه في روسيا. هذا الشيء بالنسبه لي هذا يعني اشياء كثيره، ان الولايات المتحده الامريكيه تعلم فعليا ان الثقه في روسيا موجوده. وانا اعود الى كلمه حسن النيه، روسيا لما قدمت حسن النيه وانسحبت من ضواحي كييف كانت حسن نيه على بدايه المفاوضات في الورقه اللي قدمتها اوكرانيا في اجتماعات اسطنبول تحت رعايه الرئيس اردوغان، ولذلك روسيا مباشره اعلنت من اسطنبول انها ستنسحب وانسحبت ثاني يوم فعليا، وبعدها دخلت السيارات وصورت بذره بوتشا الجثث في طريقه هندسيه، وكانت مسرحيه فقط من الولايات المتحده الامريكيه لوقف التفاوض. الرئيس ميدفيديف كان صريح، امريكا تريد ان تقاتل حتى اخر اوكراني، وروسيا استسلمت الان بهذا القرار، وفعليا بدات روسيا بما يسمى تدمير الجيش الاوكراني كعتاد بشري. لذلك نرى الان الكميات الهائله من الخسائر الاوكرانيه في الجيش الاوكراني، لان الان روسيا باستراتيجيتها تعتمد على تدمير البشري للجيش الاوكراني، وهذا ما يحصل فعليا. يعني على سبيل المثال مدينه سوليدار التي سقطت بيد روسيا كانت فقط 15,000 نسمه قتل فيها ما قاله الوكالات الغربيه 35,000 للجيش الاوكراني. ففعليا روسيا تكتيكها تغير نوعا ما، استنزاف الجيش الاوكراني كطاقه بشريه للتقدم بعد ذلك، وروسيا استسلمت وتسمح الان للولايات المتحده الامريكيه بدخول كييف. فعليا لن تعلم جيدا لن تقدم اي شيء، حتى لو تكلمنا عن الطيران. الطيران يعني تدخل مباشر، خلينا نكون واقعيين. الصواريخ بعيدة المدى يعني تدخل مباشر. شو يعني تدخل مباشر؟ ماذا يعني تدخل مباشر؟ انه خلاص يعني راح الضربه الجايه تيجي على بولندا، تيجي على واشنطن، ماذا؟ روسيا لها الحق، روسيا لها الحق في الرد، والرد مع الانذار. يعني اذا خرجت يعني انطلقت طائرات من مطارات غربيه على سماء اوكرانيا وبدات فعليا بالقتال مع الجيش الروسي، هذا يعتبر تدخل مباشر، حق لروسيا ان تضرب هذه المطارات. الشيء الثاني الصواريخ بعيده المدى، اذا اتت الى العمق الروسي بتكتيك وبرسم اقمار صناعيه وتدخل مباشر من الدول الغربيه لتوجيه هذه الصواريخ الى اهدافها، هذا يعني روسيا لها الحق ان تخصم. هناك يعني بدانا ماذا تقصد؟ هذا كلام استمعناه كثيرا دكتور محمود الافندي، استمعناه يوم سلموهم الهايمارس، استمعناه يوم سلموهم ما بعرف شو الدبابات، والان يتحدثون عن طائرات، فكل مره نقول تدخل مباشر ولا يحدث شيء. تدخل حتى الان روسيا وضع الخطوط الحمراء، الخطوط المباشره هي العمق الروسي، الخطوط الحمراء واضحه، يعني التدخل المباشر هو استخدام البنيه العسكريه خارج اوكرانيا داخل اوكرانيا بالحرب مع روسيا، هذا واحد. اثنين، تزويد اوكرانيا بصواريخ بعيده المدى بدقه وايصالها، يعني تدخل مباشر وصدام مباشر. يعني القصف هنا راس الرئيس الروسي قال واضحا سيرون شيء لن يروه في تاريخهم. يعني فعليا هذا الشيء هي الخطوط الحمراء الموجوده. هايمرس
المدى 80 و150 كيلومتر لا يستطيع ان يضرب العنف الروسي، يستطيع فقط جميل ان يضرب جميل. الان بدأ الحديث عن اسلحه بعيده المدى، وهذا تمت مناقشته خلال الزياره اليوم بين بايدن وزيلينسكي. سيد محمد السطوحي، هذه الخطوط الحمراء، وكما قال قبل قليل هناك حسن نيه من الجانب الروسي عندما انسحب من كييف خلال الاتفاق ومفاوضات اسطنبول، لانه كان فيه تزامن. لماذا لا يكون هناك حسن نيه من الجانب الامريكي ويضغطون على زيلينسكي من اجل التفاوض؟ مرة أخرى تقول حسن نية، يعني لا يوجد شيء في هذه السياسة الدولية وفي الحرب اسمه حسن نية يا صديقي. يعني الدكتور الأفندي يستخدم عبارات، يعني اسمح لي، يعني هناك أليس إن وندرلاند أو أليس في بلاد العجائب. أعتقد أنه من الممكن أن نقول أنه الدكتور الأفندي الآن في بلاد العجائب عندما يتحدث عن ما تتحدث عنه الآن يقترب من أفلام روسيا تختلف عن أمريكا، حتى روسيا دولة فيها مثل هذا الكلام. روسيا دولة وليست عصابة كما الولايات المتحدة الأمريكية من المدرعات، لأن روسيا دولة وليست عصابة. طيب اسمح لي، أنتم عصابة. الولايات المتحدة الأمريكية عصابة وليست دولة. بالنهاية سماح موسكو بوصول بايدن إلى كييف وعودته آمنا سالما غانما إلى بولندا، أليس في ذلك حسن نية؟ لا، لأنه هذا هو الشيء الطبيعي. هل تنتظر منهم أن يقصفوا الرئيس الأمريكي وهو في كييف؟